السلام عليكم اخويا. كما سمعنا اخويا بهذه الجريمه الشنعاء اللي وقعت في مدينه ابن احمد، وهذا السيد اللي ساكن بحي بغويده اخويا، انه اخويا كما سمعنا انه كيتهجم على النساء والاطفال والرجال اخويا. اللي دايز من الدرب كيحبسوا، واللي دايز من الدرب ينزل عليه بشي حجره. واما سمعنا انه تقدموا ب 56 شكايه هنايا في الدرب، ولكن المجلس البلدي ما دارش الخدمه ديالو. كما كتشوف اخويا حتى جات الصحافه وداك الشيء عاد بداو كيجمعوا هذا الزبل هذا اللي هنايا، ولا مرافق عموميه، لا طرق، لا حدائق، لا حتى حاجه خويا. في هذه المدينه ما مقاده كلشي. في هذه المدينه كما كتشوف المدينه عايشه تهميش لواحد الدرجه كبيره، وهادشي كامل كيرجع للمجلس البلدي. وتا الجريمه الشنعاء اللي وقعات كترجع للمجلس البلدي انهم ما داوش السبيطار الحماق يتعالج. كون داو كاع ما تبقى هذه الجريمه. انه قتل عما سمعنا دابا، قتل جوج ضحايا دابا خويا، جوج ضحايا خويا عما سمعنا دابا. الضحايا الاولى باللي صابوا مقسم في مرحاض المسجد، والضحيه الثانيه انه صابوا الاصبع تاعو باقي ما صابوش الاجزاء ديالو كامله. كما كتشوف دابا راه باقيين كيبحثوا على الضحيه الثانيه اخويا. وهذا الشيء اخويا صعيب بزاف، واحد الدرجه عمرنا هذا الشيء شفناه اخويا، عارف الافلام وداك الشيء عارفين كنشوفوه. واخويا حنا راه باقيين مصدومين لواحد الدرجه بزاف من هذه الجريمه اخويا. وكنتمنى من المجلس البلدي انهم يتغيروا، حيت كاع ما دايرين الخدمه ديالو اخويا. وخويا نتمنى المجرم ياخذ اقصى العقوبات اخويا، وشكرا على